انه الجو حر كتير، حابة احكي لكم فكرة انا بعملها لاولادي. ده اولادي لو اعمل يعني احط الفواكه اغسلها احطها بجات قدامهم ما بياكلوا، مش على استعداد يغلبوا حالهم يتناولوا وياكلوا. فانا ايش بعمل؟ تخطر على بالي فكرة كتير منيحة عشان ياكلوا فواكه. بروح بمسك الفواكه وبغسلها وبقطعها هيك. طبعا عندي تفاح، في عندي نجاص، في عندي دراء، في عندي نكترين، في عندي عنب، في عندي تفاح. خلطته وحطيته بالجات هاد، وبدي اعملهم اياه جيلي. اكيد لما اعمله جيلي وبالجو هذا الحار حياكلوه. هلا عندي مية سخنة، عندي الكاسة تقريبا 250 مية بتغلي. بدي اضيفها هون. بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم بتعرفوا الجيلي اللي بدكم اياه، النكهة بدكم اياه. انا على فراولة، هاي جيلي نباتي فراولة. هلا بضيف له كاسة هي مي بس بتغلي، ما بحط لها، انا ما بضيف لها بسم الله الرحمن الرحيم ولا اشي بارد، ما بحب اضيف لها بارد. بحركها بسم الله الرحمن الرحيم عشان تذوب. اكيد حتذوب بمية سخنة، بتذوب. ضلني وراها لما تذوب. بتشوفيها. في ناس بضيفوا لها كمان كاسة مية باردة، انا ما بحب، بس بحب للجيلي دائما استعمله المية اللي بتغلي. بحس هيك قوامه بكون جامد، بيجمد وانت بتحركي فيه. انا مش ناقصني انه يطلع يفقس، يعني ما يكون جامد. هلا بمسك القالب اللي زي هاد الجرانيت، بدي ادير فيه شوية بسم الله الرحمن الرحيم. وانا مش هعمل باكيت بس، هعمل اكتر من باكيت. همسك من الفواكه احط عليها، اوزعها. بدك تخلي هالقد كمية وتعاودي تحطيها في الثلاجة تبرد او تتركيها برا بينفع، وبدك تحطيها كلها بينفع كمان. فأنا بدي أحطها كلها وأريح حالي من الحر. وبدي أضيف كمان كمية الجيلي، وأعاود أزيدها كمان باكيت. عندي كمان كاسة مي زي ما قلت لكم تغلي، بقعد أديرها فيه. أنا بس حبيت أفرجيكم إنه كيف أنا بعمله. بدي أفتح كمان باكيت. هيا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أسهل إشي نعمله من الحر، الدنيا حر كتير وبحبوه. حندخلهم الفواكه وياكلوها معاه، عشان اولادنا ما شاء الله ما بياكلوا فواكه. دوبه منيح. وهيك انا بكون دخلت لهم الفواكه وطعمتهم اياه باشي مفيد وبارد. حبايبي وهيك هيني انا دوبته. وبدي احطها بالثلاجة. اذا بدي كمان، اذا حابين تعملوا طبقة اخمل من هيك ممكن ازيد كمان طبق، يعني كمان باكيت جيلو. حبايبي وهيك بتكون جاهزة احطها بالثلاجة، وان شاء الله نشوفها كيف لما تطلع من الثلاجة. حبايبي وهيك هيني جهزته وقعد له ساعتين. انا عشان بحط له ميه بتغلي، زي ما قلت لكم انا الجيلي ما بحط له ميه بارده نهائي. فطلع من الثلاجة بيجمد قبل ما ادخله. هلا بدي اقلبه معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطبق زي هيك. شوف ايش بنعمل.
الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا رب يبيض وجهنا، ايش ما يكون المهم بده يتاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. يمي يمي يمي. حبايبي وين قلبنا بالفواكه، أزكى حلا بارد بالصيف. وتفضلوا معنا.